كهيئة العدم. يعني أنا ما سامع قصة لا منطقية بحياتي مثل قصة النبي لوط. وإنه المشكلة بالكتاب المقدس شو يقول لك من الله نجاه هو وبناته وقتل مرته. بناته راح مدري وين بالكهف مدري وين، بناته سكرنا ونمن وياه مرسل جنس المحارم. وأيضا شو يقولون يعني حتى بالقرآن وبالكتاب المقدس إنه كان مدينة عايشين مدينة كلها مثليين. يعني ماكو بالتاريخ مدينة كلها مثليين، هاي ما صايرة. حتى بالعالم الحديث نشوف مو مدينة، يعني مظاهرات يسوون بالسنة بيوم المثليين، مظاهرات وليس مدينة. وما توصل بيهم الجرأة انه من يجوا ضيوف، مرته زوجته كانت تبلغ عليهم، يطرقون الباب يقولوا له جيب ضيوفك ننكحهم. هاي ما صايرة يعني بالتاريخ، ما صايرة ولا عقلانية. زين وشلون كانوا يتزوجون ويجيبون اطفال اذا هم مثليين لهالدرجة؟ يعني بس يطب واحد غريب يريدون ينكحوه. والعجيب بالأمر شيء ماذا قال لهم؟ يقولون إن هؤلاء بناتي أطهر لكم، انكحوا بناتي. زين شلون واحد نبي وهذا شو توصل بيه لهالدرجة يقول لهم نكحوا بناتي أفضل لكم؟ أكو واحد يقول لهم نكحوا بناتي؟ يعني شنو جنس جماعي مثلا؟ شنو وين الدياثة؟ وين مصدعين راسنا بالدياثة؟ يعني أمور كلها يعني مش مالي. يقول لك شنو المشكلة؟ يقول لك هاي حقائق مطلقة. يعني يعني شو نصدق او شو نصدق وانتوا على من تضحكون؟